هلا والله معاكم ديدي، أكبر شيطان ممكن تسمع عنه، وحرفيا فضائحه بدأت تنتشر خصوصا بعد ما تم إلقاء القبض عليه. واللي ما بيعرف ديدي فهو حرفيا قاتل ومتحرش، ويا ريت لو كان مثل باقي المتحرشين والقتلة العاديين. لا 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 يا حبيبي، هذا متحرش بمشاهير كبار مثل جاستن بيبر ومثل غيره كثير، وغير قضايا التحرش بالعجائز والأطفال والنساء وجميع الفئات حرفيا. يعني هذا الشخص اللي حرفيا ما بتعرف تصنف شو هي ميوله من كثر المرض اللي فيه. وضيف على كل هذا انه مقتل توباك وبيجي ايضا هو متهم فيا، وغير هذا كله متهم بالتجاره بالبشر. حرفيا انا بديت اشك انه هذا شيطان متجسد على شكل بشري. هاي اول مره بشوف شخص مصر كل هذا الاصرار على تذكره الى جهنم VIP بلس وبسرعه كمان، حابب يضمن له مكان بجهنم. ما في كلام يا حبيبي. ولكن اخيرا انمسك وتم القاء القبض عليه. بس قبل ما اكمل لازم اني اعرض ارهب واجمل التعليقات من اخر مقطع بلا ما المتابعين يزعلوا علي. فهاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، وحط لايك لو الى الان ما حطيت لايك لاني متاكد انه الفيديو راح يعجبك، واشترك في القناه لو ما كنت مشترك. خلونا نحاول نوصل 20,000 مشترك قبل نهايه السنه. والان خلونا نبدا. حرفيا اول ما مسك ديدي عرض على المحكمه 50 مليون دولار عشان يطلع من السجن بكفاله حرفيا، ولكن من كثر الموضوع كبير ان رفضت ال 50 مليون ورفضوا خروجه من السجن. يعني انا بعد ما شفت جيفري ابستين قلت مستحيل الاقي شخص اسوأ من جيفري ابستين، ولكن للاسف طلع فيه. اوكي ممكن ما يكون الاسوأ منه، ولكن هدول الاثنين بيتنافسوا على من هو الشخص الاسوأ من الثاني. حرفيا انا اسوأ، لا انا اسوأ. الاثنين حابين يضمنوا مكان بجهنم، مكان مضمون، ما بدنا المكان تبعنا يروح. طيب خلونا نبدا بمقتل توباك وبيجي. شو السبب او الدافع اللي خلى ديدي يقتل توباك وبيجي؟ طيب ديدي كان عنده شركه انتاج للاغاني، وباختصار كان يشتغل يعني على مغنين غير معروفين او مغنين صغار، يشوف انه في عندهم موهبه انه يصيروا رابرز كبار بالسوق، فكان يجيبن ويشتغل عليهن ويعطيهن دفشه او بوست هيك انه عشان ينجحوا. فاهمين كيف؟ وطبعا هدول الاسماء او هدول الرابرز بيجيبوا له فلوس بعدين بس يبدوا ينشهروا والناس تبدا تسمع اغانيهم. فيعني ما في داعي احكي لكم قديش كان يطلع فلوس من وراء هدول الرابرز اللي كان يجيبن. يعني كان مستفيد كبير حرفيا، وهذا اللي تعمله تقريبا اغلب شركات الانتاج تبعون الاغاني، انه بيجيبوا رابرز غير معروفين وبينجحوهم وبيخلوهم مشاهير وبيجيبوا فلوس من وراهن. وطبعا اكيد مغني الراب بيستفيد كمان وبصير معه فلوس ومشهور والناس تعرفه، يعني مصلحه متبادله. طيب كشركه انتاج للاغاني اكيد كان عنده منافسين، وواحد من هدول المنافسين كان توباك. توباك طبعا ما كان ينزل اغاني بحاله بس خلص انا بطلع بغني راب بنزل لي دس او اغنيه وخلص، لا يا حبيبي، كان ينزل دس على ديدي وعلى الناس اللي بتغني راب مع ديدي. لا يعني كان حرفيا احيانا ينزل دس على الرابرز اللي بفريق ديدي. والمشكله انه توباك كان وقتها تقريبا من اشهر الرابرز، حرفيا كان له اسمه وسمعته وكانت الناس تحب اغانيه، فهذا الشيء بالنهايه كان يضر بسمعه او يضر بالرابرز اللي عم بيغنوا مع ديدي. هنا شاف ديدي انه في خطر على شركته وقرر انه يقتل ديدي وبيجي كمان، لانه بيجي حرفيا تقريبا نفس الشيء صار معه، نفس الشيء اللي صار مع توباك وانقتل بعده. وفي هذا السيناريو المعقد حرفيا انا برفع القبعه لشخص واحد واللي هو امينيم، لانه امينيم حرفيا كان يحكي عن موضوع ديدي وكيف انه شخص متوحش ومغتصب وقاتل وهو اللي قتل توباك وبيجي، فكان حرفيا فاضحه. ولكن كان بنفس الوقت باغنيه يحكي اني انا ما ناوي احكي عن الموضوع كتير لاني بخاف يصير فيني نفس ما صار بتوباك. يعني امينيم انا ماني عارف لوين وصل، حرفيا وصل لمرحله انه كان بيعرف انه الشيطان الاكبر هو ديدي، وكان بيعرف بمصايب ديدي وكان يحكي عنه وينبه الناس منه. المهم طيب خلينا ننتقل لقصه تحرشه في جاستن بيبر. طبعا ديدي نفس الشيء تعرف على جاستن بيبر لما كان صغير، يعني كان لساته دلوع عمره 15 سنه، وحرفيا بعد ما تعرف عليه قرر ديدي انه يعطي جاستن بيبر مصاصه حلاو. يعني كيف اشرح لكم اياها، يعني اعطاه مصاصه على شكل لامبورجيني. ليش؟ والله ماني عارف، انت خليك معي وان شاء الله راح تفهم ليش. ايه بعمر 15 سنه اجته هديه سياره لامبورجيني. يا حبيبي انا لما كان عمري 15 سنه كان اكبر همومي اني اشارك بالتشكيله الحاره تبع كره القدم، اكون عضو اساسي. بس الحمد لله يا اخي، ما بدي ديدي يعطينا لامبورجيني وبعدين يتحرش فيني يا اخي. الحمد لله والله. طبعا ديدي كان يعمل حفلات كتير، وواحد من اشهر الحفلات اللي كان يسويها هي حفله بكل اختصار كان يعزف فيها المشاهير وجميع السياسيين الكبار وكل هاي الاسماء المرموقه. وطبعا كانوا يلبسوا فيها لون ابيض، ممنوع يلبسوا فيها اي لون غير اللون الابيض. طبعا هاي الحفلات ما بتختلف شيء عن حفلات جيفري ابستين اللي كان يسويها، كان فيها منكر ومنكر ومنكر، كلياتها منكر بمنكر، من ناحيه المخدرات، من ناحيه التحرش، من ناحيه الاولاد اللي كانوا فيها الصغار، من ناحيه المشاهير وتصويرا بدون ما يعرفوا بوضعيات، يعني من الاخر شيء قذر بكل ما تعنيه المعنى بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. يب
هيك صح. يعني كان في كثير اشياء غير قانونيه، وطبعا هاي مو بس اكبر مشاكل ديدي، حتى بعد ما تم القاء القبض عليه لاقوا ملفات ووثائق بتثبت انه هو حرفيا عم بيعمل تجاره بالبشر. وعاد لو ما بتعرف شو هي التجاره بالبشر فالاحسن لك انه ما تعرف. حرفيا مالي شارح عن الموضوع لانه صدقني احسن لك انه ما تعرف شو معناته ولا حتى شو هذا الشيء القذر. المهم تقريبا قبل اسبوع تم القاء القبض عليه، وحرفيا حصلوا عنده 1000 عبوه من زيت الاطفال. 1000 يا ظالم، 1000 وحدة مرة واحدة دفعة واحدة. لا والمحامي حاول انه يدافع عنه وقال لك انه هو بحب يشتري بالجملة، هو شخص ما بحب يشتري حبة حبة. هذا مفكر عقول الناس عبارة عن بيض ولا كيف يعني؟ مفكر اذا بتفتح راس البني ادم بتلاقي جواته بيضة ولا شلون؟ المهم بعدها كمان دخلوا على بيته ولقوا حرفيا انه في انفاق داخل بيته، وكل نفق كان بيودي على مكان. انفاق بتودي عند مشاهير كبار، انفاق بتودي لاماكن تانية، وغير كل هذا لقوا مقاطع وملفات مسجلة اغلبها قذرة بشكل مو طبيعي. طيب خلينا هلا نرجع لجاستن بيبر. حرفيا بعد ما انفضح وجابوا كل شيء عند ديدي، انتشر مقطع لجاستن بيبر مغبش عليه، وكان جاستن بيبر على ركبته وكان في وراه ديدي. وعاد يعني ما في داعي احكي لكم شو اللي صار، تعرض للتحرش من الاخر. وطبعا هذا الشيء لسه مو مثبت 100%، ولكن قريبا بيثبتوه. خلص يعني جابوا المقاطع والملفات وانتشر مقطع له، فالموضوع شبه اكيد يعني. وانا صراحه عندي تحليل، واللي هو يعني لو صار بديدي نفس ما صار بجيفري أبستين داخل السجن، اللي هو مات وقالوا انه انتحر، وحرفيا وقتها حكوا انه انتحر شنقا، ولكن حرفيا ما كان في اي اثار للشنق على رقبه جيفري أبستين، فباين انه انقتل قتل. الناس اللي ما بدها اياه يفضح اسراره اكيد هي اللي قتلته. فاكيد بما انه كان في الحفلات اللي يسويها ديدي الناس مشاهير كبار وسياسيين مرموقين، فشيء طبيعي لو بيموت. وبعدين بتطلع الاعلام وبقولوا لك انه انتحر. ما راح استغرب ابدا لو صار فيه نفس الشيء اللي صار مع جيفري أبستين. وطبعا لو حابين تسمعوا رايي، فانا بشوف انه في شيء غريب بالموضوع. ليش المقطع والفضيحة والقاء القبض على ديدي صار بهذا الوقت بالتحديد؟ ليش انتشرت هاي الفضائح عنه حرفيا بالوقت هذا تحديدا اللي العالم فيه بفوضى؟ حرفيا بتحس انه الحكومة الامريكية نشرته عشان الرأي العام الامريكي يلتهي بشيء تاني عن الشيء اللي هن ممكن يسووه بالمستقبل، او انه قاعدين عم بيسووه الان، يعني عشان تغطي على اشياء تانية. وخصوصا انه هاي فترة انتخابات الجامعات اللي طلعوا فيها بمظاهرات ضد الصهاينة والاشياء اللي عم بيسووها، فبتحس ممكن انه عم بيساووا هذا الشيء ونشروه بالوقت الحالي عشان يغطوا على اشياء تانية وعشان يكسبوا رأي العام الامريكي لجهة تانية او طرف تاني. والله اعلم. طبعا هاي القصة باختصار، وهذا الشيء اللي صار بكل اختصار عن ديدي. حبيت اني احكي لكم اياه باختصار عشان ما اعقد لكم الموضوع وناس ما تفهم الشيء اللي عم بيصير وتفوتوا ب100 حيط. والله اعلم طبعا بما يحدث وبما سوف يحدث. كان معكم ناقل الاخبار داي كيسلو. لو عجبك المقطع يعني يا ريت تحط لايك. لو لسه الى الان ما حطيت، ماني عارف شو عم تساوي، شو عم تستنى؟ انزل حط لايك يا اخي، واشترك بالقناه لو ما كنت مشترك. خلونا نحاول نوصل 20,000 مشترك قبل نهايه هاي السنه. طبعا لا تنسى تتابعني على الانستغرام، برد فيه على شخصيات وضيعه احيانا بتغلط علي على الانترنت، واحيانا ما بنزل فيه اي شيء، بس روح تابعني هناك يا اخي، ايش خسران؟ وبس والله كان معاكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات، يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الأوان لنلون أحلى الأمنيات.